بيبدأ فيلمنا بروبرت، واللي تقريبا بيصحى قبل المنبه بتاعه وبيعمل الروتين اليومي اللي بيعمله كل يوم، لكنه بيبقى مدي لكل حاجة توقيت علشان يعملها فيه. وبيركب المترو وبيروح لشغله، وبيكون واضح انه محبوب من الجميع وكمان بيحترموه، حتى انه بيساعد موظف جديد علشان يخاس واللي بيكون اسمه رالفي. وكالعادة بيخلص شغل وبيروح على بيته، وبيبقى عايش بنظام، او بمعنى اصح بيبقى حنتوف قوي، كل حاجة في مكانها ما تتحركش سنتي، وبرضه بيبقى كل شيء بيعمله بيحسبه بالستوب واتش. ولما بتيجي الساعة 2 بالليل بيقوم زي كل يوم، وبياخد المشروب بتاعه اللي هيشربه في الكافيه، وكمان بياخد الرواية اللي بيقراها معاه، وبيقعد في نفس المكان اللي بيقعد فيه كل يوم، وبيعمل برضه اللي دايما بيعمله. وبتكون في بنت اسمها إلينا موجودة في المطعم، وبتسأله عن الكتاب اللي بيقراه، وبتقول يا ترى العجوز اصطاد السمكة ولا لسه. فبقول لها انه يدوب وصل الجزء اللي بتتعلق فيه السمكة في السنارة، لكنه بيبقى واضح انه عارفها، لانه بيقول لها مش انت قلت انك هتبطلي انك تسكري؟ فبتقول له اكيد هبطل في يوم من الايام. وبتقوم وبتدفع حسابها، وبتقول لروبرت يبقى يعرفها ايه اللي هيحصل مع الصياد والسمكة بتاعته، وبتودعه وبتمشي. والتاني يوم بيعمل روبرت نفس الروتين بالترتيب بتاعه. ولما بيجي الليل بتروح إلينا على المطعم، وبيكون روبرت موجود كالمعتاد، وبتسأله الصياد عمل ايه؟ فبقول لها انه اصطاد سمكته الكبيرة، لكن قبل ما يرجع بيها اسماك القرش بتاكلها منه. لكن وهما بيتكلموا بتيجي عربية بره وبتضرب لها كلاكس، ولما بتحاول تطنش بيرن عليها واحد اسمه سلافي، وبيبقى واضح ان سلافي ده مشغلها في الرذيلة والفشحاء غصب عنها، وبقول لها تخرج دلوقتي للزبون اللي مستنيها. وبيشوف روبرت، وكمان بيشوف إلينا وهي خارجة غصب عنها. وبيجي تاني يوم وبيروح روبرت على المطعم في نفس الميعاد بتاعه، وبيشوف إلينا اللي شكلها مضروبة علقة تمام، فبتروح له وبتستأذنه انها تقعد معاه، واكيد بيرحب بيها، وبيتكلموا مع بعض، وبيسألها عن اللي حصل في وشها، لكنها بتهرب من سؤاله، واكيد هو بيبقى فاهم. وبتعرفوا انها بتعرف تغني، وبتديله اسطوانه متسجله بصوتها، وبتعرفوا ان هي اللي مسجلاها وعايزه تعرف رايه. وبتقول ان هو الوحيد كده اللي عرف بالموضوع ده، لانها ما عرفتش حد اصلا انها بتعرف تغني. فبقولها طب هي ليه ما اشتغلتش في المجال ده؟ فبتعرفوا ان الكلام ده ممكن يمشي في العالم بتاعه اللي هو عايشه، لكن العالم بتاعها صعب انها تعمل اي حاجه هي بتحبها او عايزاها. وبتحاول تخرج من الموضوع، وبتتكلم عن الكتب اللي بيقراها، لكن تليفونها بيرن، فبتكنسل وبترجع تتكلم معاه، وبيخرجوا وبيمشوا، وبيبقى روبرت رايح يوصلها، لكن في عربيه بتيجي وبتقف قدامهم، وهي ساعتها وشها بيجيب الوان، وبينزل منها الشخص اللي اسمه سلافي، وبقول انت عملت ايه في الزبون اللي كان معاكي؟ وبضربها بالقلم على وشها. وبيبقى روبرت عايز يتدخل، مع ان السواق اللي مع سلافي شايل مسدس. وإلينا بتقول انه كل شيء بخير، واكيد بتقول له كده علشان ما يورطش نفسه معاهم. وبعد ما سلافي بيركبها العربيه بيروح لروبرت وبيديله الكارت بتاعه، وبقول له لو حابب يمارس الرذيله والفشحاء يتصل عليه وهو هيظبط له الدنيا. وبيشوفهم وهم واخدين إلينا وبيمشوا بيها، وبالنهار بيعمل اللي بيعمله كل يوم، وبالليل بيروح المطعم، لكن إلينا ما بتظهرش. ونفس الشيء بيتكرر في اليوم اللي بعده، وبيدخل روبرت المطعم وبرضه إلينا مش موجوده. لكن صاحب المطعم بيقول انه سمع انها في وحده العنايه المركزه في المستشفى، وبيعرفوا انها تعرضت للضرب بفتره، عشان كده نقلوها لهناك. وعلى طول بيروح روبرت على المستشفى، وبيروح وحده العنايه المركزه، وفعلا بيوصل للغرفه بتاعتها. لكن بصراحه إلينا بتبقى حالتها زي الزفت، ولما بيلاقي في واحده صاحبتها معاها ما بيرضاش يدخل عليهم، لكنه بيقف بره وبيشوفها وهي بتعيط من اللي هي فيه، وبيسمع صاحبتها وهي بتطمنها وبتقول لها كل شيء هيبقى تمام. وبيروح وبيفضل قاعد في المستشفى وما بيرضاش يمشي. وبيشوف صاحبتها وهي جايه علشان تشرب قهوه، لكن هي كمان بيبقى الحزن باين عليها لدرجه انها بتبقى مش مركزه. فبيقوم وبيساعدها وبيسالها عن إلينا، فبتقلق منه، لكنه بيطمنها وبيعرفها انه مجرد صديق. فبتتكلم معاه وبتحكي له عن اللي عمله سلافي معاها علشان ضربت زبون ضربها، وان سلافي كان مصمم انه يعمل منها عبره لغيرها. وتعرفوا كمان ان البني ادم ده ظالم، وانه مره حرق وش بنت شغاله معاهم بميه نار، وسايبها معاهم لحد دلوقتي علشان تكون عبره هي كمان. وبتحكي له انهم جابوا إلينا ودخلوها وسطهم من وقت ما كانت طفله ومش فاهمه حاجه، ولما كبرت وفهمت الدنيا بتحاول انها تهرب منهم علشان تعيش حياتها الطبيعيه، لكن سلافي اكيد مش هيسيبها تعمل كده. وبتعرفوا انه هددها ان المره الجايه اللي هتعصى اوامره هيذبحها ويرميها في الزباله. وبعد ما بيروح روبرت بيشوف الكارت اللي خده من سلافي، وكمان الاسطوانه اللي اديتها له إلينا، وبيقعد يسمعها. وتاني يوم على غير العاده ما بيروحش روبرت لشغله، وما بيعملش الروتين اليومي بتاعه، وبيبقى عمال يفكر في إلينا وفي كل الكلام اللي كان دار بينهم. ولما بيجي الليل بيوصل سلافي للملهى الليلي بتاعه، وبيدخل مكتبه وبتبقى رجالته كلها موجوده، وبيقعد زي الباشا وبيباشر اعماله. لكن فجأة بيدخل عليهم روبرت، وبيبقوا مستغربين ازاي وصل لهم، لكنه بيروح لسلافي وبيديله الكارت اللي كان خده منه، وبيقول له طلباتك ايه يا عم الشباب؟
فبقول انه جاي مخصوص علشان بنت اسمها إلينا اللي تعرضت للضرب ودخلت المستشفى. فبيتريق عليه وبيقول له طب وانت عايز منها ايه بقرعتك دي؟ فبيخرج ظرف فيه فلوس من جيبه وبيحطه قدامه وبيقول له دول $9800 هم كل اللي معاه، وبيعرفوا ان المبلغ ده يعتبر مقابل حريه إلينا وانه يسيبها في حالها. فبيتريقوا عليه برضه وبيبقوا مجهزين اسلحتهم تحسبا لو حصل اي عوق. وسلافي بيقول له شيل فلوسك وامشي من قدام يا عم الامور، بدل ما يخلي الرجاله بتاعته تعمل معاه الصح. وفعلا بياخد الفلوس بتاعته وبرضه بيفضلوا يتريقوا عليه. وبيروح روبرت عند الباب وبيفتحه لكنه ما بيخرجش، وبيرجع يقفل الباب تاني لكن كمان بيقفله بالمفتاح. وبيقف وبيبص عليهم وعينه بتمسح كل حاجه وكل تفصيله سواء صغيره او كبيره موجوده في المكتب اللي هم فيه. وبيفضل يحسب وبيقول 16 ثانيه وبيظبط الستوب ووتش بتاعته وبيدخل لهم. فبيقوم اللي كان ماسك المسدس لكنه بيمسك ايده وبيكسرها له وبيضرب طلقه في رقبه سلافي، وبعد كده بيرشق كوبايه في عين الزبون. اما البني ادم اللي كان مع السكينه فبيطعنه بيها في صدره وبيذبح بيها اللي كان جاي من وراه، وبيرجع السكينه مره تانية لصاحبها لكن في رقبته. وبياخد الفتحات بتاعت ازاز الشمبانيا وبيخرم بيها صاحبنا الروش ده لحد ما بيقضي عليه. وبيبص في الساعه بتاعته وبيلاقي فات 28 ثانيه لكنه بيشيل منها الوقت الضايع، فبتبقى الحسبه بتاعته تقريبا مظبوطه. وبيروح يقعد جنب سلافي اللي لسه فيه الروح وبيقول له كان هيجرى ايه لو كنت خدت الفلوس ومشيت الصفقه. وبيعرفوا ان قلبه دلوقتي بيضرب 3 اضعاف عن معدله الطبيعي. وبيقول له قدامك 30 ثانيه وتودع الدنيا خلاص. وبيعرفوا كمان ان إلينا اللي في المستشفى هتخرج وهتعيش حياتها، اما هو حياته فهتنتهي هنا. وبيعدوا له ثواني اللي فاضله من عمره بالعد التنازلي وفعلا بيموت سلافي. وبيرجع روبرت على بيته وبيظبط نفسه، وتاني يوم بيروح شغله عادي وبيلتزم بالروتين اليومي بتاعه. ولما بيرجع بيته بيشوف الاخبار بتتكلم عن الجريمه اللي حصلت لواحده من اخطر العصابات الروسيه، وبيقولوا ان الشرطه بترجح انها تصفيه حسابات بين العصابات المتنافسه في الوقت اللي المافيا الروسيه بتبعت اكتر رجل عندها والمعروف عنه الذكاء والوحشيه واللي بيكون اسمه تيدي. وبيقابل 3 من رجاله الشرطه الفاسدين وبيقول لهم انه عايز يروح يشوف مسرح الجريمه، وشكله بيبقى واصل عندهم لدرجه انه بيطلع على اوراق القضيه وبيشوف الصور وبيفضل يعين، وكمان بيتخيل هم اتقتلوا ازاي. وكل واحد من شكل اصابته بيفهم الاداه اللي استخدمت في قتله، وبيستنتج من كل ده ان اللي قتلهم شخص واحد بس لكنه اكيد محترف وعنده مهاره وسرعه مش طبيعيه. مع ان الضابط مورجان بيقول ان اللي عملوا كده اكيد مش اقل من 3 افراد علشان ينفذوا بالسرعه دي. وبيعرفوا كمان انهم فضوا الكاميرات، يعني ما عندهمش اي دليل يعرفوا بيه ايه اللي حصل. فبقول لهم انه عايز تفريغ الكاميرات اللي حوالين الكازينو واللي في محيط المكان كله. وتاني يوم بيسال روبرت عن رالفي الموظف اللي كان بيساعده انه ينزل وزنه، فبيعرفوا انه قدم استقالته. وبيستغرب روبرت من الاستقاله المفاجاه دي، فبيروح على المطعم اللي بتمتلكه ام رالفي عشان يعرف هو استقال ليه. وبيعرف ان المطعم اتعرض لحريق، فرالف قرر انه يساعدها في تصليحه وبعد كده يفضل معاها وما يسيبهاش. وبينادي على امه علشان يعرفها بروبرت، واللي بيقرر انه يساعدهم في تنظيف المكان. في الوقت اللي بيروح تيدي ومعاه مورجان لمقر عصابه ايرلنديه واللي بتبقى المنافسه لعصابه سلافي في الدعاره والمخدرات وغسيل الاموال. لكن تيدي بيحس ان زعيم العصابه دي بتنطط عليه في الكلام وبقول له انه مش شايفهم اصلا علشان يعمل معاهم كده. وطبعا الكلام بيضايق تيدي اللي بيقوم وبينايل الدنيا والامور بتخرج عن السيطره، وبيضطر مورجان انه يساعده مش علشان سواد عينيه، لا ده علشان يخرج على رجله. لكنه بيشوف وحشيه تيدي وهو بيكسر في جمجمه الايرلندي المسكين من غير رحمه. اما روبرت فبيكون خلص تنظيف المكان مع رالفي وبيقعد معاه وبيقول له يحكي له ايه اللي حصل بالظبط. وبيعرف منه ان في 2 من الشرطه الفاسدين بيجوا المحل كل اسبوع وبياخدوا فلوس بالعافيه علشان ما يضايقوهمش، ولما امه اثرت في الدفع ولعوا في المحل. في الوقت اللي تيدي بيوصل لصديقه إلينا وبلاقي انه راجع اوراق سلافي كلها، ولقى ان فيها بنت من اللي مشغلهم في الدعاره ملهاش وجود، وبيسالها اذا كانت تعرفها ولا لا، فبتقول له انها ما تعرفهاش. وبعد ما بيخلص معاها بيروح وبيتصل على الزعيم بتاعها واللي اسمه بوشكن، وبيعرفوا ان العصابات اللي موجوده وبتشتغل في نفس المجال ما يعرفوش اي حاجه عن اللي حصلت لسلافي. فبيأكد عليه بوشكن وبيقول له يحاول ينهي الموضوع ده بسرعه وبقوه عشان ما يظهرش الضعف على المنظمه بتاعتهم، ويخلي اللي عمل كده عبره لغيره علشان ما حدش يفكر او يجرؤ انه يعمل حاجه زي دي مره تانية. وفي نفس الليله بيظهر الضباط الفاسدين في مطعم ام رالفي وبيطلبوا منها الفلوس اللي اتاخرت في دفعها، وفعلا بياخدوها منها وبيمشوا. وبيلاقوا روبرت مستنيهم بره وبيوريهم فيديو ليهم وهم بيبتزوا ناس تانية، وطبعا الكلام ما بيعجبهمش وبيمسكوه بيفتشوه. لكن روبرت في خلال ثانيتين بيكون ضاربهم وواخد مسدسهم ومنيمهم على الارض، وبقول لهم اسمع يا برنس انت وهو، الفلوس اللي خدتوها من الناس ترجع بكره مش بعده، وما يفكروش حتى انهم يعملوها مره تانية، والا الفيديو اللي معاه هيبقى على النت في ثواني ويبقى ترند. وبيرميلهم المسدس بتاعهم وبيسيبهم وبيمشي، وفعلا تاني يوم بيعملوا اللي قال لهم عليه، وبيرجع رالف للشغل بتاعه مره تانية.
اما المسكينه دي فتيدي بيروح لها البيت وبيعرفها انه زعلان منها قوي علشان عارف انها كذبت عليه بخصوص إلينا، فبتخاف وبتعرفه بكل حاجه تعرفها عنها وانها كانت معاها في المستشفى، وكمان بتعرفه ان لها صديق بشرته سمر كان بيزورها في المستشفى، فبيسألها عن اسمه لكنها بتبقى فعلا ما تعرفوش، وبيكلمها تاني عن إلينا فبتقوله انها اختفت من بعد ما طلعت من المستشفى، وبتقسم له انها ما تعرفش هي فين، وبيشكرها على مساعدتها وبيخنقها وبيقتلها. وبعد شويه بيجمع رجاله الشرطه اللي بيساعدوه وبيبقى وصل لصوره روبرت وبيقول لهم يقلبوا عليه الدنيا لحد ما يوصلوا له، وفعلا بيوصلوا له وبيروح له تيدي بنفسه وبينتحل صفه ضابط شرطه وبيساله عن القضيه بتاعه المطعم الروسي، وبيبقى روبرت شكله هرش ان صاحبنا لا هو شرطه ولا بطيخ، ومع ذلك بيبقى هادي وبيجاوب بكل بساطه وانه كمان كان موجود في المطعم ده يوم الحادثه، حتى لما بيوريه صوره المسكينه اللي ماتت برضه بيرد بطريقه طبيعيه. وقبل ما تيدي يسيبه ويمشي بيساله روبرت عن كارت ليه علشان لو افتكر حاجه يتصل عليه، لكنه بيقول له انه مش معاه كارت دلوقتي لكنهم اكيد هيتقابلوا مره تانية، وبيسيبوه وبيمشي. وبيروح روبرت وبيبص على العربيه اللي بيركبها وهو ماشي، وبيبقى تيدي مش مرتاح له وحاسس ان الراجل ده وراه حوارات، وبيحطوه تحت الميكروسكوب وبيعرفوا تيدي ان روبرت مواطن عادي جدا منتظم في شغله ومالوش اي نشاط في اي حاجه خالص، لكن تيدي برضه بيبقى مش مقتنع. وبيجي الليل وبيروح روبرت لنفس المطعم اللي متعود يروحه كل يوم، وبيدخل عليهم واحد لابس لبس عمال الكهرباء، لكن روبرت بيبقى كاشفه لان ايدين صاحبنا ده ما شافتش شقه من اللي بيشقوا عمال، وفعلا بيخرج مسدسه وبيقول له يخرج اللي معاه من غير ولا كلمه، وبيبقى تيدي وظباطه واقفين بيراقبوا اللي بيحصل، لكن بتيجي عربيه وبتحجب عنهم الرؤيه. اما روبرت فبيقوم وبيضرب صاحبنا وبيخلص عليه بالكتاب اللي معاه وبيقطع الكهرباء علشان محدش يشوف حاجه، وبيخرج وبيروح لهم لحد عندهم وبيفضل يصور فيهم، وبينزلوا من العربيه علشان يروحوا وراه، وكل واحد بيمشي من سكه ومعاه مسدسه، وبيظهر لاول واحد وبيكسره بحته حديد وبيعرف انه شرطي، ومع ذلك بياخد تليفونه وبيوصلوا عنده، لكن روبرت بيكون اختفى وبيروح على البيت بتاعه، وبيكون فعلا روبرت قاعد بيعالج الجرح بتاعه، وبيفتحوا باب الشقه بهدوء وبيدخلوا يتسحبوا لحد ما بيوصلوا لباب الحمام، وعلى طول بيقتحموه لكنه ما بيكونش موجود، وبيتضح انه قاعد في المبنى اللي قدامهم وكمان بيراقبهم، وبيكون زارع كاميرات في كل جزء في البيت بتاعه، بس تيدي بيبقى هو الوحيد اللي مقتنع ان زمانه بيراقبهم وشايفهم هم بيعملوا ايه، وفعلا بيشوفهم وهم نازلين من عنده وبيركبوا عربياتهم اللي بياخد رقمها، وتانيهم بيروح روبرت يزور جماعه اصدقائه كانوا شغالين في وكاله الاستخبارات، وهنا بتتضح ان روبرت كان عامل مخابرات سري، وبيسال سوزان عن تيدي وممكن تعرف ايه عنه، فبتقول له يسيبها لبكره وهي هتعرف له كل حاجه، وفعلا لما بترجع من شغلها بتعرفوا انه ما قتلش مجرد 5 رجاله شغالين شمال وبس، ده يعتبر قضى على اهم مركز لنشاط المافيا الروسيه في البلد، واللي الزعيم بتاعها اسمه بوشكين، وان المافيا دي اكيد شغاله في كل حاجه زي السلاح والمخدرات والدعاره الى اخره. اما اللي اسمه تيدي يعتبر هو دراع بوشكين اليمين واللي بيخلص له كل حاجه، وبتوريه صوره الضباط الفاسدين وتعرفوا انه تم قتلهم امبارح ولقوا جثثهم في شنطه عربيتهم. اما التالت اللي اسمه مورجان فمختفي وما ظهرش لحد دلوقتي، وبتقول له بمعنى اصح انت دخلت عش الدبابير برجليك، وتيدي ده بني ادم سادي وهيعمل اي حاجه علشان يوصل لك، وبتسأله ايه اللي وقعهم في طريقه، فبيحكي لها عن البنت اللي اسمها إلينا واللي عملوه فيها وانها صعبت عليه وعلشان كده اتدخل وعمل اللي عمله. وتاني يوم بيبقى مورجان قاعد مستخبي ومرعوب في بيته، فبيسمع صوت انذار عربيته فبياخد مسدسه وبينزل بحذر يشوف في ايه، وبيوصل الجراج وبيلاقي خرطوم متوصل بيها من الشكمان بتاعها، وقبل ما يعمل اي حاجه بيجي روبرت وبيضربه وبيرميه جوه العربيه وبيأيده فيها، وبيجيب كرسي وبيقعد قدامه وبيشغل العربيه وبيقفل الازاز وبيسيبه يتخنق شويه، وبعد كده بيفتح له وبيقول له يعرفه بكل حاجه عن اللي اسمه بوشكين ودراعه اليمين تيدي، واكيد بيرفض واكيد برضه روبرت هيخنقه، وبيسيبه لحد ما بيبقى خلاص هيموت، وفعلا بيقرر انه يساعده وبياخده يوديه المكان بيجمعوا فيه الفلوس بتاعتهم، وبيقابل الشخص المسؤول وبيعرفوا مورجان ان روبرت يبقى زميله الجديد واللي بيتكلم معاه وبيحاول يستفزه، فبيروح له وبيرفع المسدس في وشه، لكن روبرت بياخده منه بسهوله واكيد الجو بيتقهر، وبيفضل مكان من العمال وبيدي لكل واحده وهي خارجه مكافاه نهايه الخدمه، وبيقول مورجان يبلغ الشرطه عن المكان ده، وفعلا بيبلغ، وبيبقى روبرت مأيده وبيقول له انت مش عارف انت ورطت نفسك وورطتني مع مين، وبيعرفوا ان هما الاتنين اكيد اموات. قال له طب ساعدني علشان اساعدك، وبيدور على مكان هو مخبي فيه اغراضه السريه جوه السفر باسم مستعار وفلاشه. ده في الوقت اللي بتوصل الشرطه للمكان اللي اتبلغ عنه، وبيلاقوا الرجاله متكتفه وجاهزه وكميات مهوله من الفلوس اللي متهربه، وبيكون تيدي قاعد يتعشى مع واحد من رجالته، لكن شويه وبيجي روبرت وبيحط نضاره صاحبنا قدامه وبيقول له صاحبك مش هيرجع، وبيقول له طبعا انت بقيت عارف دلوقتي انا اقدر اعمل ايه، وبيعرفوا ان عنده استعداد يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما ينظف البلد منهم، او انهم يلموا نفسهم وشغلهم ويرجعوا لبلدهم احسن.
وبيديله رقم تليفونه علشان يبلغوا باللي ناوي عليه، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح وبيطلع حاجة مورجان وبيشغل الفلاشة، وبيبقى عليها حسابات بنكية وتحويلات وهمية، وفي اسامي الناس تقيلة قوي في البلد، وتقريبا بتبقى كل المصايب بتاعتهم موجودة على الفلاشة دي. وبيحولها على طول لبريد الشرطة الفيدرالية علشان هي اللي تعمل اللازم. وبيشوف سفينتين تبع المافيا الروسية، وبيبقى هم دول المسؤولين عن تهريب الفلوس والبنات اللي بيشغلوهم في الدعارة، وبيزورهم في نفس الليلة وبيفجرهم كلهم. وطبعا بيتصل بوشكين على تيدي وبيشدوا شده مظبوطه، وبقوله عمال تقول لي مسيطر مسيطر، امال لو ما كنتش مسيطر كان ايه اللي هيحصل؟ بس تيدي بيعرفوا انه جايب فريق جديد بياكل الزلط، وانهم بيستعدوا دلوقتي علشان يجيبوا روبرت. فبوشكين بيحذره وبيقول لو ما خلصتش حوار روبرت ده انا اللي هخلص عليك بنفسي، وبتقطع الاتصال. وبيبقى تيدي بيشوف صور وهو مع زمايله، وفعلا بيجي الليل وبيروح هو ورجالته على المبنى التجاري اللي بيشتغل فيه، وبيتصل على روبرت وبيعرفوا انه محتاج زمايله اللي شغالين معاه، وبيخلوا رالف يكلمه، وبيعرفوا ان في رجاله مسلحين خاطفينهم جوه المول التجاري اللي هم شغالين فيه. وبيرجع تاني تيدي يكلمه وبيقول له قدامك 30 دقيقه، ولو ما جتش رجالته هتبدا تقتل في الرهاين واللي هم زمايله. وفعلا بيركب روبرت المواصله اللي بتوصله لمكان شغله، وبيبقى تيدي متابع تحركاته من التليفون اللي معاه، وبيعرف رجالته ان الهدف بتاعهم جاي في الطريق. وفعلا بيرصدوا الباص اللي المفروض روبرت جاي جواه، لكنه بيكون فاضي وهو مش موجود فيه، ده لانه سايب التليفون اللي متراقب منه جواه. فتيدي بيأمرهم انهم يقتلوا واحد من زمايله، لكن قبل ما يعملوا كده بتشتغل الموسيقى في مكبرات الصوت، فبياخدوا رالف علشان يعرفهم غرفة التحكم اللي فيها النظام الصوتي، وبيوصلوا ليها. وبيشوف البني ادم ده روبرت وهو واقف وراه في الكاميرات، لكنه لما بيلتفت ما بيلاقيش حد، فبيخرج بنفسه علشان يشوفه، لكن روبرت بيهجم عليه وبياخد منه المسدس وبيكسر رقبته وبيقتله. وبيدخل جوه الغرفه وبيطفي النور، وبيسمع واحد تاني منهم زميله وهو بيطلب المساعده، فبيمشي بحذر على هناك، لكنه بيشوف رالفي وبيأمره انه يثبت وينزل على الارض. وبرضه بيجي روبرت من وراه وبيكسر دماغه بطفايه الحريق، وبينادى على رالفي وبيقول له يروح يفك زمايله ويخليهم يخرجوا كلهم من باب الخدمات. وبيبقى بقيه الرجاله اللي مع تيدي بيدوروا عليه بحذر، لكنه بيقطع الكهرباء عن المكان كله، وكمان بيقفل عليهم الابواب، ده بعد اكيد ما اطمن ان زمايله خرجوا من المول. وطبعا بما انه خبير بالمول والحاجات اللي جواه بيبدا انه يجهز نفسه، واول واحد بيشنقه بالاسلاك الشايكه، وبيفضل واقف قدامه لحد ما بيشوفه خلاص ميت. ومفيش دقيقه وبيوصل واحد منهم وبيشوف صاحبه متعلق، لكن قبل ما يستوعب بيجي روبرت وبيقضي عليه هو كمان، وبيروح وبياخد منه السلاح اللي معاه، لكن تيدي بيشوفه وبيضرب عليه نار وفعلا بيصيبه، لكنه بيقدر انه يهرب منه، وبيسيبه يتفرج على الرجاله بتاعته وهي ميته عشان يعرف ويتاكد انه مش بيواجه اي حد. وبيبقى عامل فخ من شعلة الاكسجين، لكنهم بيشوفوها وبيرجعوا من الممر اللي هم فيه، لكنه بيخرم دماغ واحد منهم بالشنيور وبيسيبوا جثه هامده. اما الفتك ده لما بيحس ان روبرت قريب منه وبيشوف المكان كله مرايات، فبيقرر انه يكسرها كلها، لكن مع ذلك بيهجم عليه روبرت وبيصيبه في كتفه وبيشتبك معاه، وبيفضل يخرم في جسمه بالسكينه بتاعته، ومع ذلك بيتنح وبيضربه في الاصابه بتاعته. وبيبقى الباقيين رايحين على المكان بتاعهم، لكن روبرت بياخد قطعه من الازاز المكسور وبيرشقها في رقبته وبيخلص عليه، وبيبقى روبرت مرهق ومش قادر حتى انه يقاوم، لكن رالف بيجي في الوقت المناسب وبيساعده، وبيوصل تيدي ومعاه اخر واحد فاضل من رجالته، لكنهم بيلاقوا جثه صاحبنا. اما روبرت فمالوش اي اثر، واللي بيبقى رالف سانده علشان يخرجه، لكنه بيتضرب بالنار في رجله وبيتصاب. فروبرت بيفوق نفسه وبيقول لرالف انه يحاول يوصل لصندوق الكهرباء ويعمل بالظبط اللي هيقول له عليه، وبيبقى تيدي وصل هو كمان، وبيفتحوا الاتنين النار على المكان اللي فيه روبرت ورالفي، واللي بيحاول يشتتهم علشان يدي فرصه لصاحبه يروح ويعمل اللي طلبه منه. وبيشد الراجل اللي لسه فاضل مع تيدي للكافيتيريا بتاعه المول وبيدخل جواها في الوقت اللي رالف بيوصل لصندوق الكهرباء وبيرجع التيار للمكان كله. وبيتفاجئ صاحبنا ده ان روبرت حاطط اسطوانه غاز جوه الميكروويف واللي بينفجروا فيه واكيد بيخلصوا عليه، وعلى طول نظام اطفاء الحريق بيشتغل. وبيحاول رالف انه يخرج من المكان لكنه ما بيعرفش، وبيروح عليه تيدي وبابا عايز يقتله، لكنه بيتصاب بمسدس المسامير. وبيظهر له روبرت وبيفضل يخرم فيه لحد ما بيوقعه على الارض، وبيروح لحد عنده وبيبص في عينيه وبيقضي عليه خالص. وبعد ما بيتاكد من موته بيشوفه رالفي وهو بيمشي من المكان. لكننا هنروح لروسيا بعد 3 ايام من اللي حصل، وبالتحديد في موسكو، وبنشوف القصر اللي عايش فيه زعيم المافيا واللي اسمه بوشكين، واللي بيبقى بياخد شاور لكن النور بيطفي. ولما بيخرج بيلاقي روبرت قاعد مستنيه، فبيساله انت مين؟ قال له انا قدرك الاسود. فبيفهم ان اللي قدامه روبرت اللي خرب عليه الدنيا كلها، وبيبقى عارف انه جاي علشان يخلص عليه، وبيساله هتستفاد ايه لو قتلتني، وبيعرض عليه انه يدفع له اللي هو عايزه ويسيبه يعيش،
لكن روبرت بيكون اختفى وبيوصل لمفتاح النور وبيشغله وبيصرخ على الحراس بتوعه، لكن روبرت بيبقى شكله قرر انه يقتله بالكهرباء وبينزل علشان يخرج من القصر واللي تقريبا كان عامل حفله فيه قبل ما يطلع لبوشكين، لانه جثث حراسه بتبقى في كل حته. وبيعدي الوقت وبيرجع روبرت لحياته الطبيعيه، وبتفاجئ بإيلينا وهي بتنادي عليه وبتعرف ان كل حاجه في حياتها اتغيرت وانها بتشتغل شغل محترم بتكسب منه علشان تعرف تعيش. وتعرفوا كمان انها لما جت تخرج من المستشفى لقت حد سايب لها ظرف فيه $9800، واكيد بتبقى عارفه ان هو اللي عمل كده، وبتشكره على كل حاجه عملها علشانها وبتودعه وبتسيبه. ولحد هنا وبيخلص ملخصنا، ولا لو عجبك ما تنساش انك على الاقل تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.